هناخد الدي كاونت على كويري 4. يبقى احنا كده هناخد كاونت على على كام؟ على كويري 4. يعني من الكوينت على انهي في كيب كوير 4. عندك هنا نوعين، هنستخدم اليوزر نيم فقط، ما فيش غيره. يعني عدد الأعمدة في اليوزر 2. والكلام ده هيترمي هنا في الحتة الجزئية اللي عملناها دي من شوية. بتساوي دي كاونت. تعالى كده ونشوف. بس هنا برضو هنعمل حاجة مهمة أوي. بعد التحديث في هذه الجزئية هنعمل كويري، على ده. يعني بعد ما نحدث هنا بعد التحديث مي دوت تكست ديت اللي هيطلع فيها بيان دوت ريكوير، يعني خليه يتحدث عشان لو في أي داتا يبان. مش الإعدادات تسجيل نشاط. لو كتبنا أحمد كتبنا علي مفيش علي، كتبنا سامي اللي هو أصلا المفروض، فاداني كلمة واحد. كلمة واحد يعني موجود قبل موجود. فاحنا عايزين نعمل رسالة ونقول else if لو البتاعة دي بتساوي واحد، أقول له الاسم بعد إذنك الاسم المستخدم ده موجود أو غير متاح، يا موجود يا غير متاح. تمام كده. نحلها بقى إزاي؟ هنخش هنا عند طبعا نخلي بقى إيه بالمرة ده يتقفل، عملية تنظيف بقى، إن الرؤية بتاعته بتساوي صفر. بس لازم نعرف الاسم بتاعه. تكست 84. ونخش هنا إلس، هناخد بقى جزء دي تاني ونقول لا لازم تيجي كإلس إف. لو تكست 84 ده، بس خد بالك مش إز نل، يعني مش فارغ. لو مي دوت تكست 84 بتساوي يكون أكبر، يعني مي لو أكبر من صفر، إيه اللي تعمله؟ طلع لي بقى ام اس 5، واي حاجه غير كده هنفذ بقى الاكواد التانيه اللي احنا لسه عاملينها. طب اس 5 دي بتساوي ايه بقى؟ هنا هناخد نسخ ولصق، هتبقى هنا ام اس 5. يعني يا سيدي نكتب فيها اس مستخدم غير متاح. لا اسمه مستخدم غير متاح. شوف اسم مستخدم غير، يعني احنا لو عملنا اعداد وتسجيل مستخدم جديد وكتبنا كلمة سامي اللي موجود عندنا وكتبت الرقم السري وكتبت اسمه بالكامل والكلام ده، هيقول لك اسم المستخدم غير متاح. لكن لما قلت اي حاجة غيره هيسجل. طيب هيسجل ايه بقى؟ هينقل الداتا دي كلها للجدول اللي هو بتاع اليوزر. عايزين بقى ننقل الجدول على الجدول يوزر بطريقه منظمه، كان اسم المستخدم والباسورد والايه وفيلد واحد اللي هو الاسم الكامل، وشويه صلاحيات لو ايه امكن، شويه صلاحيات لو امكن. فهنا هنيجي بعد ما نعمل تسجيل
هنودي هنستخدم اللي إضافة بيانات. يبقى هنستخدم إضافة بيانات إلى جدول من خلال الأكواد. هذا الكود من أول هنا لحد هنا، ناخد نسخة كده والكلام ده هيتنقل معانا في جدول يوزر، هيتنقل معانا في جدول يوزر. أول حاجة في جدول يوزر اليوزر نيم، تاني حاجة الباسورد، تالت حاجة فيلد واحد، فيلد واحد. بعد كده الصلاحيات أو الحاجة